على العشاء. ممتاز. طيب نعود الى ملعب المباراه. زميل المعلق محمد ياسين الميكروفون معك. مرحبا بكم من جديد عبر شاشه تلفزيون السودان. نتواصل معكم في نقل مباراه القمه بين الهلال والمريخ في الاسبوع الرابع لبطوله الدوري الممتاز. الفريقان بنفس الاسماء بنفس تشكيل الشوط الاول الذي انتهى تعادليا في كل شيء، تعادل بدون اهداف، لا بطاقات صفراء في المباراه ولا جديده يذكر. سنرى ونتابع ماذا سيحدث في هذا الشوط، شوط المدربين واللاعبين. وبالتاكيد استمتعتم بالتحليل الوافي لسيد سليم للفاتحه الريشه بمعيه الاستاذ الرشيد بدوي عبيد. الان الهجمه الاولى في الشوط الثاني هلاليه. مامادو تراوري يحاول يمهد لإيكانجا، تمريره تعود لمهند الطاهر في وسط الملعب. عمر بخيت يحول على اليمين عن طريق عبد الرحمن كايا، يعود لسيف مساوي. هل سيكون انتصار هلالي رابع في هذه المنافسة أم انتصار مريخي ثالث في هذه المنافسة في هذا الموسم؟ حتى الآن الهلال يتصدر ب9 نقاط، المريخ ثانيا ب7 نقاط، يتفوق على هلال كادوغلي بالأهداف. والكرة تصل للحارس عصام الحضري. هنا دييغو غارزيتو الفرنسي مدرب فريق الهلال، المدرب الذي يتحدث دائما عن أن لكل مباراة ظروفها ولكل مباراة معطياتها. كرة تحولت الآن مريخية عن طريق راجع عبد العاطي، مريخية عن طريق هيثم مصطفى يمرر على دين موسى، على دين يعود على اليمين عن طريق رمضان. عجب طارت على رمضان، تحولت هلالية عبر رمي التماس. محمد أحمد بشر أدوار كبيرة قام بها هذا اللاعب في شوط المباراة الأول. جانب نزار حامد ومدثر كاريكا، مهند الطاهر، عمر بخيت. وسط الهلال كذلك هي نفس الأدوار التي أدى بها وسط المريخ في هذه المباراة. كاريكا يتقدم، كاريكا باسكال، والكرة عصام الحضري بخبرة السنين الطويلة يسيطر على الكرة الماضية، كانت عن طريق مدثر كاريكا. سوء تفاهم في خط دفاع المريخ. شوف الكرة الأخيرة، شوف باسكال والحضري خرج متاخرا. كاريكا حاول خطف الكرة ولكن الحضري سيطر عليها. تسلل على جاكسون موانزا بإشارة الدولي وليد محمد أحمد لمتابعة التونسي الكوكي مدرب فريق المريخ، المدرب الذي أتى لأهلي شندي قبل موسمين. وصله عرض من أحد أندية سلطنة عمان، لكن الكوكي اختار الحضور إلى السودان تدريب فريق الأهلي شندي. الكرة الآن عن طريق عبد الرحمن كايا الكوكي في أول مباراة قمة بالنسبة له. أما غارزيتو في الموسم الماضي كانت له عديد المباريات مع المريخ على المستوى المحلي والمستوى القاري. كرة ملعوبة الآن، مدثر كاريكا يحاول الانطلاق والكرة تحت سيطرة دفاع المريخ، تحديدا اللاعب مصعب عمر. ركلة مرمى لعصام الحضري. أمامنا أمير كمال، أمامنا إعادة اللقطة. شوف التقدم الماضي كان من كاريكا، سيطرة كانت من مصعب عمر. الآن هي ركلة مرمى في شوط المدربين. هل تتبدل النتيجة أم يزال التعادل مستمرا في هذا الشوط الثاني؟ مهند الطاهر يمرر في وسط الملعب، نارسيس إيكانجا، مدثر كاريكا، مامادو تراوري، باسكال ومامادو تراوري، وباسكال يتفوق، يبعد، يمرر لمصعب عمر. مريخية بداية الهجمة ملعوبة في اتجاه جاكسون موانزا، سيف مساوي، عبد الرحمن كايا، مطاردة من هداف سيسكو يونايتد السابق، ولكن السيطرة لسيف مساوي مدافع الهلال والمنتخب الوطني. سيف مساوي يتقدم للأمام، يلعب تمريرة ولكن إلى رمي التماس. محمد أحمد برنو الموسم الماضي كان يتبع لاتحاد شندي، الآن هو يتبع لاتحاد المتمة بعد ترفيع اتحاد المتمة إلى اتحاد فرعي. عصام الحضري حارس مرمى المريخ يلعب تمريرة في الأمام. عمر بخيت رأسية، هيثم مصطفى، أحمد الباشا يمرر، وسيف مساوي يمرر لعمر بخيت. نزار حامد في وسط الملعب الهلالي، لاعب الأمر العبراوي السابق، تمريرته كانت إلى رمي التماس لصالح المريخ. ذكرنا قبل بداية هذه المباراة انطلقت مباريات هذا الأسبوع
بعطبرة. الأهلي شندي تفوق على أهلي عطبرة بهدفين دون رد، والجنيد يساند ويواصل التشجيع. كرة ملعوبة من محمد المرتضى كبير، عبد اللطيف بويا راسية، عادت هلالية. محمد المرتضى مخطوفة من تراوري. تراوري 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 يصوب، ولكن في أحضان الحضري. الكوكي يتابع، واقف على الخط تماما. مهند الطاهر يلعب تمريرة ولكن تصل سهلة للحارس عصام الحضري. أمامنا محمد عثمان الكوكي. مصعب عمر، تمريرة تصطدم بمهند الطاهر، تعود لإيكانجا ولكن مقطوعة من محمد المرتضى كبير، يعود لعصام الحضري. الحضري يخلص الموقف، يمرر في الأمام. جاكسون موانزا الزامبي يحاول التمرير لأحمد الباشا، والكرة إلى رمية تماس لصالح الهلال. مهند الطاهر في وسط الملعب، نزار حامد. نزار وأمير كمال، مخالفة هلالية. التشجيعات هيثم مصطفى في وسط الملعب، عمر بخيت، يدي الفريقين. كرة ملعوبة الآن في الأمام لصالح الهلال، تصل لعصام الحضري. 6 دقائق مرت والنتيجة لا زالت التعادل بدون أهداف للمباراة في شوطها الثاني، مباراة الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز. موانزا يحاول، مقطوعة من مساوي، عادت في وسط الملعب على الدين يوسف. أحمد الباشا، انطلاقة هجومية عن طريق الخطير أحمد الباشا. الباشا يعود لهيثم مصطفى، مخطوفة من نارسيس إيكانجا، تتحول مرتدة سريعة هلالية. محمد المرتضى كبير، دربكة وارتباك في وسط الملعب، راسية مهند الطاهر، يمرر لبشة ولكن رمضان عجب يعود ويخلص الموقف. كرة تتحول مريخية خطيرة، جاكسون موانزا، ضغط كبير كان من عبد اللطيف بويا، تحولت كرة هلالية. نزار حامد، مامادو تراوري، نارسيس إيكانجا، هلالية تتحول على الجهة اليمنى لمهند الطاهر. مهند يمرر لكاريكا ولكن مقطوعة عن طريق باسكال مدافع فريق المريخ ومدافع أسك ميموزاس الإيفواري السابق. تحولت جاكسون موانزا، عبد الرحمن كايا، المخالفة محتسبة من قبل كمال برو على الزامبي. جاكسون موانزا، صالح عبد الرحمن كايا، لعبت سريعا لصالح الهلال. بكري عبد القادر هو الورقة القادمة بالنسبة لجارزيتو. مهند يحاول، قوية والحضري يبعد. مهند الطاهر صاحب التصويبات القوية، فاجأ عصام الحضري بتصويبة قوية، والحضري استخدم كل خبراته التراكمية في مجال حراسة المرمى. أبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية تماس هلالية. بكري المدينة هو الورقة القادمة لجارزيتو في هذه المباراة. كرة ملعوبة في وسط الملعب، مريخية أمامية في اتجاه جاكسون موانزا، طويلة على الزامبي، وصلت سهلة إلى المعز محجوب. سيف مساوي، المعز محجوب، حارس السابق لفريق الموردة. عبد الرحمن كاي لاعب الخرطوم الوطني والأهلي مدني السابق. محمد المرتضى كبير، كرة راسية، أمير كمال، رمضان عجب، يعود لمحمد المرتضى كبير أمام نارسيس إيكانجا، ومخالفة مريخية وتبديل قادم للهلال. بشة إلى خارج أرضية الملعب، وبكري عبد القادر إلى داخل أرضية الملعب. جارزيتو يستخدم سلاح السرعة. إذن بكري الورقات الهجومية لدييغو جارزيتو. سيلعب بكري عبد القادر على يسار هجوم الهلال مع مامادو تراوري، مع مدثر كاريكا. أمامنا دكة بدلاء الهلال موجود فيها جمعة جنارو، سنكارا، فداسي، خليفة، سامي، محمد أحمد، وإبراهيم ساني. كرة ملعوبة لصالح المريخ، أمامية للباشا وكاريكا، تغطية وضغط ورمية تماس، أو هي ركلة مرمى للمعز محجوب حارس مرمى الهلال. صيحات الاستهجان من قبل الجماهير المريخية المطالبة بركلة ركنية. بكري المدينة، التبديل الأول لجارزيتو في هذه المباراة، بينما المدرب المريخ لم يجري أي تبديل. لديه العديد من الوجوه على دكة البدلاء، فيصل موسى، فيصل عجب،
احمد عبد الله ظفر، نجم الدين عبد الله، محمد موسى، بلا جابر كلتشي، وسعيد السعودي، والحارس ياسين يوسف. نرى كلتشي اول البدلاء القادمين من جانب المريخ إيكانغا الذي تعرض للإعاقة في اللقطة الماضية. مخالفة هلالية. 10 دقائق مرت، نتيجة لا زالت التعادل في قمة كرة القدم السودانية هنا في ملعب استاد الهلال في أم درمان. ملعوبة من عمر بخيت عالية داخل منطقة الجزاء، تتحول مرتدة للمريخ. راجي عبد العاطي يحاول، راجي يتحصل على مخالفة على نارسس إيكانغا، ومخالفة مريخية في وسط الملعب أمام القائد هيثم مصطفى الذي يتولى القيادة في هذه المباراة. هذا ملح الشارع من قبل فيصل عجب قبل بداية هذا اللقاء. محمد المرتضى كبير، سيرجي باسكال، مريخية. هيثم مصطفى يمرر للأمام في اتجاه جاكسون موانزا. الزامبي يمر من كايا، خطيرة مريخية، ملعوبة ولم تجد المتابعة، وجدت بكري عبد القادر. هيثم مصطفى يحاول، هيثم مع عمر بخيت، هيثم تمريرة لرمضان عجب مقطوعة من بويا، وتحولت مرتدة عن طريق تراوري لصالح الهلال. علاء الدين يوسف يخلص، تعود في وسط الملعب مامادو تراوري. مصعب عمر بكل فدائية يبعد في وسط الملعب، ومخالفة على عبد اللطيف بويا لصالح هيثم مصطفى في وسط الملعب. وأول بطاقة صفراء في هذا اللقاء لعبد اللطيف بويا على تدخل الماضي على هيثم مصطفى من الخلف، وكمان برو يمنح أول البطاقات الصفراء في هذا اللقاء. 12 دقيقة في هذا الشوط، 12 دقيقة في هذا الشوط الثاني، والتعادل لا زال مسيطر على أجواء القمة هنا في استاد الهلال في أم درمان. خلف مريخية قبل كمال برو الذي يتبع لاتحاد المتمة الماضي، يتبع لاتحاد شندي، وبعد ترفيع اتحاد المتمة كمال برو أصبح يتبع لهذا الاتحاد كحكم قومي، الحكم القومي منذ العام 99. وهنا هيثم مصطفى 17 سنة في الهلال والموسم الأول في المريخ، ومخالفة لصالح المريخ. هيثم مصطفى أمام الكرة، تقدم أمام اللاعبين طوال القامة من المريخ. مرتضى كبير، أحمد الباشا، ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء، وتتخلص إلى ركلة ركنية لصالح المريخ. تخلصت من قبل اللاعب مامادو تراوري المهاجم. إذن ركنية مريخية. هيثم مصطفى يلعب للباشا، لهيثم من جديد، ملعوبة، ومحمد المرتضى يحاول، تحولت مرتدة. نزار حامد والكرة إلى خارج أرض الملعب، إلى رمية تماس لصالح الهلال. إحجاج مريخي كبير على رمية التماس الماضية. كرة تحولت لسيف مساوي، عبد اللطيف بوي يلعب تمريرة في الأمام، وإلى رمية تماس هذه المرة لصالح فريق المريخ. أتمنى أن تكون المدرجات للتشجيع فقط. إذا المخالفة لصالح أمير كمال، تشجيع متواصل ومستمر. محمد المرتضى كبير في موسمه الأول مع المريخ الشقيق الأصغر لمعتز كبير، هداف هذه المنافسة 4 مرات على التوالي. الأولى كانت مع مريخ بور سودان، و3 مرات مع الهلال. إذن الآن مخالفة هلالية لعبت في وسط الملعب عن طريق نزار حامد، تحولت عن طريق إيكانغا، وكمان برو يحتسب المخالفة. إذن بطاقة صفراء ثانية في هذه المباراة، هذه المرة للاعب فريق المريخ علاء الدين يوسف. شوف علاء الدين وإيكانغا، البطاقة الأولى كانت على بويا، والثانية في هذا اللقاء كانت على علاء الدين يوسف. إذن مخالفة هلالية
بويا يتقدم للامام، يلعب كره عرضيه ولكن محمد المرتضى كبير تتخلص في وسط الملعب. هيثم مصطفى تمريره على اليمين لراجع عبد العاطي مقطوعه، عادت في وسط الملعب. مهند الطاهر لصالح فريق الهلال، تحولت الان من مهند الطاهر يمرر لسيف مساوي المتقدم للامام، سيف يمرر للتراوري ولكن مقطوعه من باسكال، عادت لعلاء الدين لهيثم مصطفى، تمريره على اليسار ممتازه لاحمد الباشا يحاول ولكن تميز كبير لعبد الرحمن كايا. تحولت هلاليه وصلت لباسكال، باسكال يعود لمصعب عمر وهلاليه من جديد في وسط الملعب. اماميه خطيره لصالح الهلال، تقدم امامي والتصويبه قويه، مرت خطيره على مرمى الحضري، كانت عن طريق المتقدم عبد الرحمن كايا، حاول مباغته الحضري بتصويبه ولكن مرت اعلى عارضه مرمى الحضري. شوف كايا سدد القدم اليسرى التي مرت اعلى العارضه، تصويبه الماضيه على المصري عصام الحضري. الآن التعادل هو المسيطر على أجواء اللقاء، تعادل السلبي، تعادل بدون أهداف. المعز محجوب، كالاتشي هو القادم من جانب الكوكي، سيف مساوي يتقدم صاحب هدفين في مرمى المريخ في الدوري الممتاز. عمر بخيت يلعب تمريرة أمامية ولكن تصل للحضر. القمة كما هو معروف صعب أن تتكهن بنتيجتها، صعب أن تتوقع نتيجة المباراة، أن الفريق دائما الفريق الأفضل في عديد المرات يخسر المباراة. كرة ملعوبة من عمر بخيت، رأسية مهند الطاهر، يلعب كرة دربكة وارتباك، عادت للباشا في وسط الملعب. الباشا وماذا يقول حكم المباراة؟ يقول هنالك ركلة حرة غير مباشرة، تسلل الباشا الذي يخرج إلى خارج أرضية الملعب. وكالاتشي أوسونوا هو البديل الأول في هذا اللقاء للكوكي، خروج لأحمد الباشا، دخول لكالاتشي أوسونوا أحد الهدافين المميزين في مباريات القمة بالنسبة لكالاتشي أوسونوا مهاجم فريق المريخ، نيجيري الأصل السوداني الجنسية. كولينز كالاتشي أوسونوا اللاعب الذي بدأ في الدوري النيجيري بالنسبة لكالاتشي مع أكاديمية ناشي برايت ستارز النيجيري، وبعد ذلك تحول للدولفين، شارك معه في الكونفدرالية، وصل للنهائي في 2005 وانضم للهلال في 2006، واصل مع الهلال لينضم للمريخ ويواصل المشوار هنا في الملاعب السودانية. كرة ملعوبة في وسط الملعب، راجع عبد العاطي، كوبر أهل الخرطوم، رمضان عجب، الموردة والمريخ، وكالاتشي أوسونوا هداف يعرف طريقة الشباك جيدة. كرة ملعوبة لأمير كمال، جاكسون موانزا، جاك كالاتشي والمعز محجوب. كوكي بدل الباشا، راجع عبد العاطي لوسط الملعب وقدم كالاتشي أوسونوا للأمام. محمد المرتضى كبير يخلص، تعود لنزار حامد في وسط الملعب، يلعب لكاريكا، خطيرة لصالح الهلال، كاريكا يتقدم، محاولة تصويبة قوية، كرة خطيرة مرت للهلال، تصويبة كانت صاروخية عن طريق لاعب الهلال المتقدم مدثر كاريكا، مرت بمحاذاة القائم الأيمن لعصام الحضري، كادت أن تفاجئ الحضري بأول أهداف اللقاء. ركلة مرمى لصالح المريخ، الحضري يلعب تمريرة في الأمام، لمن تؤول النتيجة ومن يفوز في هذا اللقاء، أم يكون التعادل هو المسيطر. كرة ملعوبة في الأمام، ومحمد المرتضى كبير في أولى مبارياته في القمة حتى الآن يقدم أداء جيد. كرة ملعوبة، كالاتشي أوسونوا تتحصل على الخط، مخالفة مريخية. ماذا يقول حكم اللقاء؟ المساعد الأول وليد محمد أحمد الدولي يشير إلى ماذا يشير لأن هنالك كان تسلل قبل الكرة. عبد الرحمن كايا
كايا يتقدم يلعب لكاريكا يحضر لنزار حامد لمهند الطاهر إيكانجا، ولكن تمريرة استخلصت من قبل محمد المرتضى كبير. الآن سيف مساوي يتقدم، سيف مساوي يتقدم من جانب الهلال يمرر لتراوري، مقطوعة تحولت مرتدة، وكايا وكالتشي أوسونوا كالتشي المهاجم الذي يعرف طريق الشباك جيدا يعود وفي وسط الملعب يمرر لهيثم مصطفى، تحضير لأمير كمال، مقطوعة ولكن عبد اللطيف فويا يبعد، كرة أمامية هلالية تجاه مامادو تراوري الهداف المالي مع المدافع الإيفواري باسكال، تخلصت مريخية عادت في وسط الملعب عن طريق علاء يوسف، يمرر لكالتشي أوسونوا، كالتشي بكري عبد القادر يعود لسيف مساوي، سيف مساوي نزار حامد على الدين يوسف، ولكن مقطوعة من نزار، نزار في مشوار هجومي هلالي خطيرة لصالح الهلال، ولكن مرت على مرمى الحضري. نزار حامد ضيع فرصة ذهبية لتسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني. شوف نزار انطلق من وسط الملعب والحضري على أرضية الملعب، شوف نزار من أمام محمد المرتضى كبير، مشوار ناجح، ولكن ختام الهجمة لم يكن بالصورة المطلوبة. الكرة الماضية خطيرة جدا كانت على مرمى الحضري. إذا ركلة مرمى ستكون للمريخ، والحضري نتمنى له السلامة، عاد للمشاركة بعد غيبة. عاد الحضري بعد أن شاهدنا أكرم يحرس مرمى المريخ في اللقاءات السابقة، عودة الحضري بالتأكيد دافع كبير بالنسبة للمريخ، وأيضا للمريخ في مباراة الأحد المقبل مع فريق ريكارياتيفو ليوبولو الأنغولي هناك في أنغولا، والهلال تنتظره مواجهة أيضا صعبة هناك في أبيجان مع فريق سيوا سبورت الإيفواري. المباريات وأيضا المنتخب الوطني تنتظر مباراة في غاية الأهمية مع المنتخب الغاني هناك في غانا، مباراة صعبة على صقور الجديان. مازدا سيختار قائمة المنتخب غدا، وبالتأكيد لديه العديد من الوجوه في هذه المباراة. الحضري 22 دقيقة مرت، لا جديد يذكر في هذه المباراة حتى الآن. التعادل السلبي حاضرا، كرة ملعوبة لكالتشي وسونوا، كالتشي عبد الرحمن كايا ولكن عودة بكري عبد القادر للمساندة الدفاعية. الكرة تحولت لرمية تماس لصالح فريق المريخ. الثلاثاء السادس بين الفريقين في الدوري الممتاز. اللقاءات الماضية الهلال فاز في 3، المريخ في مباراة والتعادل في مباراة بالنسبة لمباريات يوم الثلاثاء. راجع عبد العاطي ولكن تدخل سيف مساوي، مامادو تراوري يلعب لإيكانجا ولكن مقطوع عن طريق باسكال لمحمد المرتضى كبير. محمد المرتضى كبير، جاكسون موانزا لهيثم مصطفى، ولكن عمر بخيت مخالفة على هيثم مصطفى لصالح قائد الهلال عمر بخيت. عبد الرحمن كايا، سيف مساوي، ترتيب الهلال ب9 نقاط قبل هذا اللقاء، المريخ ب7 نقاط، الهلال كادوبلي ايضا ب7 نقاط، اهلي الخرطوم ب5 نقاط. كرة هلالية، مدثر كاريكا يحاول التقدم ولكن مقطوعة من محمد المرتضى، عادت لتراوري، مقطوعة من مصعب عمر، بكري عبد القادر، محاولة كرة عرضية ملعوبة، والحضري بكل خبرة بكل اقتدار يسيطر على الكرة، يحاول مرتدة سريعة، عبد اللطيف أو سيف مساوي يمرر لمهند الطاهر، مهند الطاهر تمريرة ممتازة في الأمام، نارسيس إيكانجا، والمخالفة ركلة حرة غير مباشرة، بالتالي هي لصالح فريق الهلال. المركز الخامس أو أهلي شرقي تحول الآن بعد الفوز إلى المركز الرابع بديل لأهلي الخرطوم لأنه فاز بهدفين دون مقابل على أهلي عطبرة الموردة ب4 نقاط، الاتحاد مدني ب4 نقاط، الخرطوم ب3 نقاط، أهلي مدني ب3 نقاط، النسور ب3 نقاط، الأمل عطبرة بنقطتين، مريخ الفاشر بنقطتين،
والنيل الحصحيصة بنقطة، والأهلي عطبرة في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة. مهند الطاهر يلعب تمريرة في الأمام لصالح الهلال. قد يكون هنالك هدف قاتل في هذا اللقاء، وقد يكون التعادل هو المسيطر. وباسكال على أرضية الملعب، رمية تماس هلالية. دييغو جارزيتو المولود في مدينة أوديني الإيطالية، معقل فريق أودينيزي، فريق الشهير في إيطاليا. ورمى العوبة هلالية. مامادو تراوري محاولة التحضير، يمرر لنزار حامد. نزار يلعب تمريرة لبكري عبد القادر أقصى الجهة اليمنى، طالت على بكري إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس وسط متابعة بدلاء الهلال في هذه المباراة: جمعة سنكارة فداسي، خليفة أحمد، سامي عبد الله، محمد أحمد، وإبراهيم ساني، وأحمد عبد الله ظفر هو البديل الثاني للكوكي في هذا اللقاء. خروج محمد المرتضى كبير وتعزيز المناطق الدفاعية بأحمد عبد الله ظفر القادم من النيل الحصحيصة، وقبل ذلك الحرية الأم درمان. رمية تماس مريخية. 25 دقيقة مرت من الشوط الثاني، والتعادل بدون أهداف لا زال هو المسيطر على أجواء اللقاء، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وبالتأكيد أمام شاشات التلفاز. كرة لصالح الهلال. هل يصل الهلال بانتصاراته إلى 17 انتصار على المريخ في الدوري الممتاز؟ أم يصل المريخ للانتصار السابع؟ أم يكون التعادل للمرة 12 في لقاءات الفريقين في الدوري الممتاز؟ سيف مساوي، هلالية في الأمام، ولكن تصل لسيرجي باسكال. لمساوي من جديد في عمق الدفاع الهلالي، يلعب تمريرة في الأمام. بكري راسية، كاريكا في وسط الملعب، تمريرة في اتجاه تراوري، ولكن هنالك تسلل حسب راية المساعد الثاني محمد إيدام. تسلل على مامادو تراوري الذي كما ذكرنا تسلل هنا حسب راية المساعد الثاني محمد إيدام. تراوري المولود في العام 88، لعب لريال باماكو المالي، شيلانت الفرنسي والإفريقي التونسي، عاره للنصر الليبي، ومن ثم انتقل للإسماعيلي المصري. كالتشي خطير، كالتشي يحاول ولكن مقطوعة. وبعد ذلك تراوري لعب لسيون السويسري قبل أن يأتي للإسماعيلي المصري. كرة ملعوبة لمدثر كاريكا، هلالية، حاولت كرة عرضية ولا يلعب كرة عرضية خطيرة. مامادو تراوري، استقبال داخل منطقة الجزاء. تراوري خطير، تراوري يحاول يمهد كرة وتمريرا لنزار حامد. نزار يحضر لبكري، بكري في محاولة التصويب، يلعب كرة عرضية تصطدم على الدين يوسف، يخلص الموقف للمريخ، تتحول لجاكسون موانزا. من جديد لمصعب عمر، مريخية في الأمام، اتجاه كالتشي وسنوة مقطوعة من سيف مساوي. هيثم مصطفى تمريرة اللي كالتشي، ولكن طالت من كالتشي إلى خارج أرض الملعب. 28 دقيقة مرت، الكرة الآن ملعوبة لصالح الهلال. بكري في وسط الملعب، حاول التقدم، يلعب لبويا ويعود للمعيز محجوب، بس لم يتعرض لاختبار حقيقي في هذا اللقاء. كرة ملعوبة لتراوري، هلالية عن طريق كاريكا يلعب خطيرة لصالح الهلال. إيكانجا يتقدم، والحضري يسيطر على الكرة الماضية. عصام الحضري تاريخ طويل في المباريات على المستوى الغربي، مع المنتخب المصري، مع الأهلي المصري، مع الزمالك، مع الإسماعيلي، مع المريخ. كرة ملعوبة ولكن المعز محجوب من أمام القناص النيجيري فولينس كالتشي أوسونوا هداف المريخ. المعز محجوب يلعب تمريرة في الأمام، رأسية من باسكال. كاريكا ولكن مقطوعة من علاء الدين. موانزا، بكري المدينة، تعود للمريخ في وسط الملعب. علاء يوسف يمرر لجاكسون موانزا على الجهة اليمنى لدفاع الهلال، الجهة اليسرى للمريخ. موانزا يحاول ولكن مقطوعة من دفاع الهلال، تحولت تجاه تراوري، مقطوعة من باسكال. رأسية ملعوبة لمصعب عمر، يمرر لموانزا وبكري عبد القادر المدينة.
يستفيد الهلال من رمية تماس. رمية تماس لصالح الهلال. خالف لبكر المدينة على جاكسون موانزا. قائد الهلال عمر بخيت سيلعب المخالفة، يلعب كرة أمامية اتجاه مامادو تراوري، استقبال بالصدر من تراوري ولكن ظفر يعود ويخلص. يلعب لراجي عبد العاطي لهيثم مصطفى في وسط الملعب. أمير كمال، انطلاقة هجومية مريخية تتحول على الجهة اليسرى. جاكسون موانزا خطيرة لصالح المريخ. سيف مساوي من أمام راجي عبد العاطي يبعد إلى رمية تماس لصالح المريخ. محاولة مريخية كانت جادة للتقدم الأمامي على مرمى المعز محجوب من قبل راجي عبد العاطي. رمية تماس لصالح المريخ. رمية تماس 30 دقيقة مرت من الشوط الثاني والتعادل بدون أهداف لا زال مسيطر. متابعينا متابعي تلفزيون السودان في كل مكان. كرة لهيثم مصطفى، هيثم وبكري عبد القادر، تمريرة من هيثم أمامية. كايا يعود لسيف مساوي. سيف مع مصعب، اصطدمت بمصعب عمر، تحولت لرمية تماس لصالح الهلال. هدفي المنافسة الصدارة للكاميروني إسماعيل بابا ب5 أهداف، تراوري ب4 أهداف، موانزا بهدفين، كلبشي بهدفين، الباشا بهدفين، شرف الدين شيبون الموردة بهدفين، حمزة آدم هلال كادوبلي بهدفين. نزار حامد يمرر لإيكانجا ومخالفة هلالية على رمضان عجب لصالح الغيني. نارسيس إيكانجا القادم من نادي تيبي مازيمبي الكونغولي الكاميروني لاس، يحمل جنسية غينيا الاستوائية، شارك معها في إفريقيا 2012 عندما استضافت النهائيات بجانب الجابون. غارزيتو يوجه وأبو شامة يحتج على حكم اللقاء محمد عبد الغيوم. أبو شامة صاحب هدف في أول مباراة جمعت الفريقين، المباراة التي انتهت بتفوق هلالي ب4 أهداف مقابل هدف. مخالفة لصالح الهلال. مامادو سو السنغالي أيضا يتحدث مع حكم اللقاء الرابع حافظ عبد الغني حكم حلف الجديدة. كرة ملعوبة من سيف مساوي على اليمين لصالح الهلال. بكري عبد القادر يحاول يلعب كرة عرضية. بكري تصل لمامادو تراوري يحاول التقدم ولكن مقطوع، عادت لعبد اللطيف بويا يعود في الخلف لعمر بخيت لبويا، الكرة طالت على بويا إلى رمية تماس مريخية. 33 دقيقة والتعادل لا زال مسيطر على مباراة القمة، مباراة ديربي أم درمان بين الهلال والمريخ، ديربي رقم 34 في منافسة الدوري الممتاز. كرة ملعوبة من عمر بخيت أمامية مامادو تراوري ولكن الكرة تصل سهلة لعصام الحضري. وإبراهيم ساني هو البديل الثاني لغارزيتو في هذا اللقاء. السنغالي إبراهيم ساني سيمان والقادم للهلال. إبراهيم ساني زار شباك المريخ في الموسم الماضي، المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل، مباراة الدورة الثانية ما تقدم المريخ بهدف رمضان عجب والساني سجل من رأسية في مرمى عصام الحضري. نزار حامد لمهند الطاهر، محاولة المراوغة، كرة استخلصت، تحولت هلالية. بويا يمرر لإيكانجا لنزار حامد، ممتازة على اليمين لبكري عبد القادر. هلالية يعود لعبد الرحمن كايا في وسط الملعب للقائد عمر بخيت.
لكايا، طالت على كايا، وسنشاهد إبراهيم سانيه هو البديل القادم. إبراهيم سانيه بالرقم 28 السنغالي. ومن هو المستبدل؟ هو مدثر كاريكا. إذا جارزيتو يستغني عن خدمات كاريكا ويدفع بإبراهيم سانيه. تبديل الهلال الثاني في اللقاء. التبديل الأول كان دخول بكري بديل لبشا، والمريخ أيضا أجرى تبديلين، خروج مرتضى كبير دخول ظفر، وقبله خرج أحمد الباشا وحل مكانه كالاتشي أوسونو. رمية تماس ملعوبة لجاكسون موانزا في وسط الملعب، مقطوعة هلالية، تحولت عن طريق بكري عبد القادر. بكري يتقدم، بكري يتقدم، يمرر تمريرة، وسانيه موجود في التسلل حسب إشارة المساعد الثاني محمد إيدا. لعبنا على الصورة إبراهيم سانيه، 13 هدف في الموسم الماضي، شارك مع الهلال في الدورة الثانية في الموسم الماضي، سجل 13 هدف. إبراهيم سانيه ساهم في تتويج الهلال في البطولة الماضية تحت قيادة هذا الرجل الفرنسي من أصل إيطالي دييغو جارزيتو. عصام الحضري الكوكي أستاذ السابق بجامعة سعيد الأزهر في تونس، مدرب السابق لقوافل القفصة التونسي. كرة ملعوبة في الأمام لصالح المريخ، ولكن تصل سهلة للمعز محجوب. الوقت يمضي والمتابعة الجماهيرية موجودة هنا في ملعب استاد الهلال في أم درمان. مهند الطاهر يلعب تمريرة ولكن مقطوعة من مصعب عمر إلى رمية تماس لصالح الهلال. على صورة بدلاء المريخ بعد إجراء عملية الإحماء بقيادة الكابتن فيصل عجب. سيف مساوي يلعب تمريرة في الأمام في اتجاه سانيه، مقطوعة على الدين يوسف في وسط الملعب، هيثم مصطفى عمر بخيت. هلالية نارسيس إيكانجا لمهند الطاهر، وتراوري يلعب رأسية خلفية ولكن مقطوعة عادت لنزار حامد. نزار مرور ناجح من راجع عبد العاطي ومن أمير كمال، ويمرر على اليسار لمهند الطاهر. مهند يلعب في اتجاه تراوري. تراوري هداف خطير صاحب مراوغات وصاحب أداء جيد، ولكن مقطوعة من رمضان عجب. رمية التماس لصالح الهلال. مهند الطاهر 37 دقيقة مرة من الشوط الثاني، تمريرات ورمية تماس لصالح الهلال من جديد للاعب نزار حامد القادم من الأمل العضبراوي. إيكانجا على أرضية الملعب ورمية تماس مريخية. إيكانجا يطالب بالمخالفة في اللقطة الماضية. دييغو جارزيتو طالب بالضغط على لاعبي المريخ في هذا اللقاء. شوف إيكانجا ورمضان عجب، كرة ملعوبة لنزار حامد. نزار حامد على الدين يوسف يسيطر، يلعب لهيثم مصطفى، يمرر لمصعب عمر. مصعب عمر على الجهة اليسرى القادم من الأهلي والمدني، وقبل ذلك كان يلعب لفريق عووضة في مدينة ودمدن. عمر بخيت لاعب السابق للجريف الخرطومي والشقيق الأصغر لمدير الكرة الحالي في الهلال الكابتن خالد بخيت. إيكانجا ومخالفة محتسبة على ظفر، وبطاقة صفراء تظهر للمرة الثالثة في هذا اللقاء من قبل كمال برو لأحمد عبد الله ظفر مدافع المريخ. ظفر أيضا زار الشباك الهلالية في الموسم الماضي في الكونفدرالية في لقاء الإياب في استاد المريخ، اللقاء الذي انتهى بتفوق المريخ ب3 أهداف لهدفين. الآن مهند الطاهر على تنفيذ مخالفة هلالية في الدقيقة 39 ملعوبة والراسية حاضرة من سانيه، ولكن مخالفة للحارس عصام الحضري، وهي تسلل. سنتابع في الإعادة بالتأكيد. الكرة الخطيرة الآن هو المعز محجوب، نحن نتابع في إعادة ولا المعز محجوب. كرة كانت خطيرة من موانزا، إعادة كانت واضحة أوضحت أن هنالك مخالفة.
سيف مساوي، عبد اللطيف بويا، هلالية لمهند الطاهر، يعود لبويا، بويا يلعب تمريرة في الأمام على الجهة اليمنى، موانزا مقطوعة من نزار حامد، تحولت مرتدة هلالية سريعة، نارسيس إيكانجا يلعب لإبراهيم الساني، كرة قوية، روعة من الحضري، روعة قبل ذلك من إبراهيم الساني، والحضري بخبرة كبيرة يبعد تصويبة السنغالي. شوف ساني حضر كرة لنفسه، سدد كرة قوية، والحضري بكل امتياز إلى ركنية. فيصل موسى هو البديل الثالث للكوكي في هذا اللقاء. في هذه المباراة تم منح جائزة نجم المباراة للاعبين إيكانجا من جانب الهلال وباسكال من جانب المريخ. إذن موانزا يغادر أرضية الملعب، وفيصل موسى هو البديل الثالث للكوكي. ركنية هلالية ملعوبة من مهند الطاهر في اتجاه تراوري راسية، ولكن إلى ركنية هلالية من جديد. قد نرى هدف قاتل في هذا اللقاء، التعادل حتى الآن 40 دقيقة مرت. ركنية هلالية، مهند الطاهر يلعب الكرة الركنية، رأسية حاضرة ولكن إلى خارج أرض الملعب، كانت عن طريق المتقدم سيف مساوي إلى ركلة مرمى لصالح المريخ. الحضري ينفذ ركلة المرمى، فاز بجائزة نجومية المباراة، جائزتين في هذا اللقاء. نارسيس إيكانجا لاعب وسط الهلال، وسيرجي باسكال مدافع المريخ. كرة ملعوبة عالية من الحضري في وسط الملعب، راجع عبد العاطي، بداية هجمة مريخية. هيثم مصطفى، تمريرة لرمضان عجب لكالاتشي وسونوا، ملعوبة من كالاتشي، يحاول التقدم، يلعب لرمضان عجب مع سيف مساوي. رمضان عجب، أين الكرة ستذهب؟ ذهبت لمهند الطاهر، لعب لسيف مساوي، تمريرات على الطرف الأيسر وتمريرات هلالية قصيرة، تجد التصفيق من قبل القاعدة الهلالية، ولكن في الأخير تمريرة مساوي إلى خارج أرض الملعب، إلى رمية التماس لصالح المريخ. 42 دقيقة مرت، واللقاء ربما يذهب إلى التعادل بدون أهداف، وقد يكون هو التعادل رقم 12 بين الفريقين في الدوري الممتاز في عموم 34 مباراة بهذه المباراة. رمضان عجب، رمية التماس، فيصل موسى يشارك كثيرا مع المريخ، تمريرة من هيثم مصطفى مقطوعة للمريخ، ورمية التماس، رمية التماس حاول الماضية مريخية. 43 دقيقة، مهند الطاهر، كرة لكايا يمرر ولكن خاطئة لأمير كمال، عادت مريخية، تقدم أمامي، والمعز محجوب بكل فدائية أمام كالاتشي وسونوا. المعز محجوب سيطر على الكرة الماضية، يلعب كرة في الأمام، نزار حامد راسية ولكن تعود لأمير كمال في وسط الملعب على الدين يوسف. هيثم مصطفى، هلالية مقطوعة من عبد الرحمن كايا في الأمام، باسكال وإبراهيم الساني، وباسكال بمبدأ السلام والأمان إلى مصعب عمر، طالت مريخية من مصعب لم تصل لكالاتشي، وصلت لكايا، عاد الكرة للمعز محجوب وعبد الرحمن كايا، كرة من جديد لصالح الهلال، كرة عرضية خطيرة هلالية عن طريق تراوري، يمرر لبكري، بكري سريع على اليمين، بكري يعود لتراوري، ثنائية مع بكري طويلة وأقرب للحارس عصام الحطب. قربنا من الخواتيم، 44 دقيقة والتعادل بدون أهداف، لا زال هو المسيطر، تعادل ربما رقم 12 للفريقين في مجمل اللقاءات في الدوري الممتاز. ملعوبة للمعز محجوب، خمس تعادلات في الدورة الأولى بين الفريقين، أولها كان في العام 2000 بدون أهداف بنفس هذه النتيجة،
ثانيها بهدف لكل في او ثانيها بالتعادل بدون اهداف في 2002 وبهدف لكل في 2006 والتعادل بهدف لكل في 2007 والتعادل في 2009 بهدف لكل. كرة ملعوبة الآن هلالية على اليمين مقطوعة من فيصل موسى. فيصل موسى إيكانجا على الدين يوسف. إيكانجا يعود لعمر بخيت يرجع في الخلف لكايا يعود لسيف مساوي. 45 دقيقة اكتملت في شوط المباراة الثاني. سننتظر الوقت بدل الضائع في هذا الشوط. مهند الطاهر تمريرة خاطئة تعود لفيصل موسى. فيصل موسى مهند الطاهر مقطوعة ومخالفة لصالح فيصل موسى القادم من الأهلي شندي. وقبل ذلك المرغني الكسلاوي بديل الثالث للكوكي. بينما كارزيتو أشرك لاعبين في هذا الشوط. أدخل بكري المدينة وإبراهيم ساني. خالف لصالح المريخ. قد نرى هدف قاتل وقد لا نرى أي شيء في هذا اللقاء. قائد المريخ في هذه المباراة هيثم مصطفى سعيد لتنفيذ المخالفة. كمال برو يأمر بتنفيذ المخالفة من مكانها. وهيثم مصطفى أمام الكرة. هيثم يلعب كرة في الأمام. حاولت راسية من علاء الدين مقطوعة من بكري. عادت في وسط الملعب مصعب عمر يصوب كرة قوية تصطدم بكلتشي الموجود في التسلل حسب راية المساعد الأول أو إشارة وليد محمد أحمد المساعد الأول في هذا اللقاء لكمال برو. فالإعادة توضح الكرة الماضية. كرة تحولت الآن هلالية. مهند الطاهر بويا ملعوبة الآن سيف مساوي يلعب تمريرة في الأمام. نزار حامد ونزار وهنالك تدخل كان موجود لرمضان عجب. حول الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية تماس. مامادو تراوري يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. إبراهيم ساني. ساني يحاول. ساني يلعب كرة عرضية. كرة خطيرة مرت من نزار حامد. نزار حامد ضيع فرصة للتسجيل في هذا اللقاء. نزار حامد فرصة خطيرة مرت. محاولة كانت عن طريق إبراهيم ساني. حضر كرة ممتازة ونزار حامد إلى خارج أرض الملعب. عبد اللطيف بويا يسقط على أرضية الملعب. عبد اللطيف سعيد القادم للهلال من الأهلي شندي. شوف الإعادة وشوف إبراهيم ساني مرر تمريرة ممتازة. نزار حامد ضيع فرصة سانحة للتسجيل. أمامنا دكة بدلاء المريخ الموجود فيها محمد موسى بلا جابر سعيد سعودي فيصل عجب ونجم الدين عبد الله. تابعة مميزة لهذا اللقاء عبد اللطيف بويا نتمنى له السلامة. والحضري دخلنا في الدقيقة الثالثة لوقت بدل مبدد في هذا الشوط. تيجي لا زالت التعادل بدون أهداف. كرة رأسية كمال برو يطلق صافرة النهاية معلنا عن صدارة هلالية ب10 نقاط ومركز ثاني المريخ ب8 نقاط. تحياتي محدثكم محمد ياسين. والآن العودة مباشرة إلى استوديو تلفزيون السودان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.